ناس كتير مش عارفه ايه الفرق بين الداتا ساينس والداتا اناليست، فانا هقول لك الفرق بينهم في اقل من دقيقه، ويا ريت تكمل الفيديو عشان سايب لك مفاجاه في الاخر. هنتخيل برضو ان احنا عندنا شركه وعندها داتا كتير قوي عن العملاء والمبيعات، فهم عايزين يعرفوا ليه المبيعات قلت، ايه المنتج اللي بيبيع اكتر، وهل المبيعات الشهر الجاي هتزيد ولا لا. وفي البوينت دي بقى يبدا دور المجالين، واول حاجه معانا هو الداتا اناليست، وشغله ان هو يفهم ايه اللي حصل، بمعنى ان هو يحلل الداتا، يعمل داشبورد كويسه، يطلع الانسايتس ويشرح الارقام دي عباره عن ايه، زي مثلا ان المبيعات قلت 20% في الشهر ده، او ان يقول لك اغلب العملاء بيشتروا بالليل فاحنا نزود الكثافه بالليل. فبكل بساطه ان داتا اناليست بيحول شويه الارقام لمعلومات مفيده ومهمه تساعد الشركه انها تاخد قرار معين. طب الداتا ساينس هو الليفل ديب جدا شويه، مش بس بيفهم ايه اللي حصل، لا ده هو بيحاول يتوقع ايه اللي هيحصل كمان، سواء بقى بيستخدم ماشين ليرنينج موديل او اي الجوريزم. يعني مثلا يتوقع مين ممكن يشتري منتج جديد، او انه يبطل يستخدم الابلكيشن بتاعنا. وعشان ما تتوهش مني فتعالى كده اقول لك ان الداتا اناليست هو بيحاول يفهم ايه اللي حصل في الماضي والحاضر، اما داتا ساينس فهو بيتوقع المستقبل. ولو نفسك تبدا المجال بلاش مش عارف تبدا منين، فاكتب اي كومنت وانا هبعت لك الرود ماب كامله تبدا بيها من الصفر.